فلا تفسر القرآن. أنت لو جئت مجيء جاهل يريد أن يتعلم علمناك، لكنك رفعت قرنك في هذه الغرفة وتفسر آياتنا، والمسكين سيف الكلمة عم بقدمك يا رجل، ده يعني شيء مخزي. ومع هذا طلعنا كسرنا قرنك وقلنا أنك جاهل، لا تقرأ حتى النصوص التي أمامك، ومش جاهل بس، جاهل وأحول. لكن لا بأس، كملنا معك الحوار عشان ما تقول إنه نحن ما وفينا بعهدنا. خلينا نسمع يا حبيبي يا حسين، بعدين نكمل الحوار معك. المايك معك يا حبيبي يا حسين. الو، السلام عليكم. صوت واضح؟ والله بعتذر منكم، لا أريد أن أطيل الكلام. حياك الله وبياك، وجعل الجنة مسوانا ومسواك، وهدانا جميعا إلى الحق الذي هو محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أشكر الله على النعمة التي أعطانا إياها اليوم، وهو الأخ نبيه الصباغ. أقسم بالله عز وجل يا أخ نبيه، لم أرى في حياتي شخصا مثلك يحاورهم، وأنا أرفع لك القبعة، وأنا عبد ذليل حقير لله. أنت تحاور شخص لا يعرف أن جمع المؤنث السالم ينصب بكسر التاء. يا أخي نبيه الصباغ، هذا يوحنا كان يقرأ جمع المؤنث السالم بنصب التاء، ولا يعلم أن حكم جمع المؤنث السالم هو الكسر. سامحوني، أنا أخذت المايك مش دوري، والله العظيم بكيت، لقد أبكيتني. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. وهنا أتوقف. أشكركم جميعا. أرادوا أن يأتوا إلى المسلمين، وأنا إنسان شيعي ولكن أحترمكم. أرادوا أن يدخلوا غرفتكم لكي يزلزلوا فتزلزلوا، صحكوا بالنصرانيات وبالإسلاميات. ما فيني، والله العظيم مبسوط، أقسم بالله العظيم مبسوط. اللهم اشهد أني فرح من كل قلبي لك، وأفتخر أني مسلم والسني أخ لي. اللهم أمتني على لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا كثير لأنكم أتحتم لي الفرصة. الله يحميك ويخليك لأهلك ويديمك نصر لكي تنصر محمد، والله عز وجل توعد أن ينصر رسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا كثير لكم.